اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن الطريقه اللي بيتم بيها حقن الكعب وحقن الركبه. الناس اللي عندها خشونه في مفصل الركبه، والناس اللي عندها الشوكه العظميه في الكعب. هنشوف فيديو دلوقتي بيبين ازاي ان احنا ممكن نحقن مفصل الركبه. طبعا الكلام ده بيتم في عياده العظام، تحت إشراف أخصائي جراحة، أخصائي عظام أو استشاري العظام. أول حاجة العيان بيبقى قاعد بالمنظر اللي احنا شايفينه، وبنعقم الركبة، الجزء الخارجي من الركبة باستخدام بتادين. زي ما احنا شايفين كده الركبة متنية قدامنا، والعيان بيكون قاعد. بنعقم كذا مرة ببتادين. زي ما احنا شايفين كده التعقيم بيكون في حركة دائرية. بعد كده بنكون مجهزين الدواء اللي احنا بنحقنه، بنحس نقطة معينة في الركبة وبنحقن الدواء بتاعنا. الدواء ده طبعا بيكون ممكن يكون كورتيزون ومسكن موضعي، ممكن تكون المادة الزلالية بتاعة الركبة. بعد ما بنحقن العيان بيتني ويفرد ركبته كذا مرة زي ما احنا شايفين. موضوع سهل وبسيط، بس طبعا بيتم تحت إشراف دكتور في العيادة، مش أي حد ممكن يعمل. ده طريقة حقن الركبة. بالنسبة لحقن الكعب، الناس اللي عندها الشوكة العظمية. الشوكة العظمية دي يا جماعة بتعمل ألم شديد جدا. الشوكة العظمية ده مكان الألم اهو، بنشاور عليه في الكعب من تحت. أول ما بتصحى من النوم بتحس بشكة في الكعب، حاجة بتغز جامد في الكعب من تحت. مش بتستجيب للعلاج، يعني مهما خدت من أدوية مش بتجيب معاها نتيجة. فبنضطر نعمل حقن في الكعب. بنضطر نحقن الكعب كده زي ما احنا شايفين. بنعقم ببتادين، وبعد كده بكحول، وبعد كده بنعقم ببتادين. طبعا لازم التعقيم